السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني انا نونا ودي قناتي، لايك وشير للفيديو لو عجبكم. الاكل الحلو ده دايما الاولاد بيحبوا يطلبوه ويروحوا ياكلوه بره، بس احنا هنعمله في البيت وهنوفر فلوسنا. تعمليه كده بطريقه سهله وبسيطه، مش هياخد منك وقت. يعني اكل المطاعم ممكن تعمليه في البيت بكل سهوله. تعالى كده هنشوف هنعمله ازاي. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. معايا كده نص كيلو من اللحمه مقطعاها طرنشات، بس تكون سميكه شويه عن لحمه البفتيك. البفتيك بتكون رقيقه خالص عشان تقدر تسوي معاك على قد التحمير بس. غسلتها كده وسبتها تنشف. ممكن تتبليها قبل ما تقليها، وممكن تتبليها بعد ما تقليها حسب ما انت عايز، او تحمريها في الطاسة عشان ما تقوليش انت بتقليها. بنحمرها في الطاسة. معانا كده بعد ما غسلناها ونشفناها طاسة ونزلنا فيها بمعلقة سمنة بلدي. دي يستحسن طبعا اللي موجود في البيت، ما تقولوش يعني لازم بلدي. اللي ممكن الموجود ممكن زبدة ممكن زيت، اللي موجود وتحت ايدك ممكن تعمليه بيه وتشتغلي بيه عادي، ما فيش حاجة. وهنبدأ كده بعد المادة الدهنية ما تسخن وتكون سخنة معانا وجاهزة، هنبدأ ننزل باللحمة كده على المادة الدهنية. بس حاولي وانت بتحطيها كده تقلبي الدهنة أو المادة الدهنية تحت اللحمة عشان بس ما تلزقش منك وتكون سهلة. مش هترص يعني مش هتحط اللحمة على الحتة تكون من غير ايه مادة دهنية دهنها بيها. بعد كده هتحمر على كل جهة، تاخد حوالي 5 دقايق أو 4 دقايق على كل جهة عشان تتحمر معاك. ممكن تستغنى عن الخطوة دي لو أنتِ عايزة تعمليها من غير التحمير، بس بتتبليها ترشي عليها ملح وفلفل أسمر قبل ما تحطيها. وبتكوني رقّاها شوية، بتكون يعني رقيقة عن اللي إحنا عاملينها، دي سميكة شوية فإحنا حمّرناها. أو ممكن يعني عايزة تستغني عنها لو أنتِ عايزة تستغني، لو مش عايزة تستغني خلاص أنا حمّرتها حمّرتها وطلّعتها في الطبق ورصيتها واحدة في واحدة كده لسه عشان أرُش عليها ملح وفلفل أسمر. نزلت كده بمَيّة ونزلت بملح ونزلت بمكعب من الشوربة، أو هانزل عليهم معلقتين من تسبيكة المحشي، وأهدّي عليها النار وأسيبها كده تغلي مع نفسها لحد ما أخلّص اللي أنا هاعمله. طلعناها في طبق وهننزل عليها كده برشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر على كل جهة. رشّيتهم كده رشّيت على أول جهة، وبعد كده هاقلبها على الجهة التانية هارُش ملح وفلفل أسمر بنفس الطريقة كده، وهاقلبها أو نخلّصها كده على كل جهة بالملح والفلفل الأسمر، وهنركنها معانا كده لمدة 5 دقايق، 10 دقايق، لحد ما تخلّصي اللي أنتِ هتعمليه، بتكون بس شرّبت من التتبيلة وتكون جاهزة. كده حشينا المحشي معانا ومعانا حشينا البتنجان. ده اللي بيحب البتنجان واللي بيحب الكرنب، كل واحد طبعًا اللي هو بيحبه وعملناه. خلصنا كده كمية المحشي ومعانا كده حلة، والحلة تكون كبيرة عن اللي هتسوي فيها المحشي. أنتِ عاملة مثلًا كمية صغيرة وتجيبي حلة صغيرة، لأ هاتي في الموضوع ده حلة كبيرة عشان لسه هتضيفي عليها إضافات، فبترفع معاكِ وبتاخد معاكِ الكمية. معانا كده حبايتين من الطماطم قطعناهم طرنشات كبيرة، ننزل عليهم بصلتين وسط ونقطعهم كمان طرنشات. ممكن تعمليها قطع كبيرة وتقلبيهم مع بعضهم تحطيهم في قلب الحلة عادي مش مشكلة، وتحطي عليهم المحشي وترصي عليهم المحشي. أنا رصيت الأول طبق طماطم بعد كده البصل وهانزل عليهم باللحمة. لو أنتِ عايزة تحطّي المحشي على طول كده ممكن تضيفيه المحشي على طول وتسويه عادي خلاص. إنما أنا بس حبيت أعمل إضافة، ضِفت كده حبّايتين من حبّاية كبيرة من البطاطس قطعتها كمان طرنشات وتكون القطع سميكة شوية عشان تستحمل السِوَى، وهانزل عليهم بالمحشي واحدة فراخ واحدة كده وترصيه. لو أنتِ هتعمليه في الفرن بتحطّي مثلًا البصل والطماطم حطّي مثلًا رَصّة أو 2 تغلّفي الصينية وتدخّليها الفرن وتسيبيها تستوي على نار هادية كده، بعد تولّعي الشواية شوية لحد ما تبدأ تستوي، وتخشي بعد كده تطفي عنها الشواية وتسيبيها تستوي براحتها. لو أنتِ عايزة تعمليها في الطاجن أو في الصينية وتدخّليها الفرن. هتعمليها في الحلة وهتسويها على البوتاجاز زي كده، تحطّيها في حلة وتكون جاهزة معانا. خلّصنا كده كمية المحشي كلّها ورصيناها في الحلة بالطريقة دي. المَيّة غليت معانا وجاهزة كده وجهّزناها، وهننزل عليها بالقعد على البتنجان والكرنب. حاولي طبعًا وأنتِ بتحطّي قعد الكرنب أقل من الرصة التانية، يعني ما توصّلش الرصة التانية، أو لو غطّى الرصة التانية بس، عشان طبعًا أنتِ حاطّة حاجات إضافات كتيرة، فالمَيّة كتيرة، فما تكتّريش المَيّة عشان طبعًا الحاجة ما تتعجنش معاكِ. يعني حاولي المَيّة تكون أقل من الرصة التانية، بعكس المحشي اللي أنتِ بتحطّيه لوحده، عشان طبعًا في إضافات تحت فرافعة المحشي فخَد مَيّة معاكِ. هنحطّه كده على النار ونسيبه يغلي، وبعد ما يغلي
هنسيبه نوطي عليه النار ونسيبه حوالي ساعة ونص، ساعة وربع، يعني ما يقلش عن كده، بتكون النار أقل من المتوسط بكتير. ما تحطيش على نار متوسطة لأن ممكن هياخد منك مش هياخد وقت وهيلسع معاكي الحاجة ومش يسويها حلو. أنا سبتها على نار أقل من المتوسط وسيبها لحد ما تستوي معانا. بعد كده تقلبيه كده في طبق التقديم أو الصينية وتقدميها بالطريقة دي. اللحمة استوت وكل حاجة مستوية ومعاها طعمها زي الفل. حاجة يعني مش قادرة أقول لك ولا قادرة أوصف لك، لازم تجربيها بنفسك. يعني حاجة تشرفك، ولو في عزومة هتشرفك جدا. هنقول بالهنا والشفا. بالهنا والشفا للي كل، وبالهنا والشفا للي شاف، وبالهنا والشفا للي هيجربها ويقولنا رأيه فيها ايه. هنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب اسم يوميات نونا في المطبخ. ويا ريت ما تنسوش التعليق، عشان التعليق طبعا بيزود المشاهدات. وهنقول انتهى الفيديو ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. ومع السلامة، باي باي.